اهلا بيكم في رايزنج فينيكس تارو. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفيه لمنفصلين برج الجدي تايمليس ريدنج. اتمنى طاقتكم توصل للقراءه تنطبق على اكبر عدد منكم. القراءه بتسري على الرجال والنساء وبتنطبق قراءه عكسيه. خدوا من الفيديو اللي بينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الجدي، في حد يمكن انتوا فاكرينه ما بقاش بيفكر فيكم او ما بقاش بيحبكم او مش بيكن ليكوا نفس مشاعر الحب اللي انتوا بتكنوها للشخص دوا. يمكن حتى بتفكروا ان انتوا تمشوا او تسيبوا العلاقة او فقدتوا الامل ان الشخص ده ممكن يرجع او يتواصل معاكم من كتر الألم، من كتر الإحباط أو خيبة يعني زي ما يكون الظن اللي انتوا بقيتوا فيها، وابتديتوا فعلا ان انتوا تفقدوا الأمل ان الشخص ده ممكن يكون بيحبكم أو حتى بيفكر فيكم. لكن الجميل في الأمر ان الشخص ده جواه لهفة، جواه اشتياق نحوكم بطريقة قوية جدا. يمكن مشاعره بتاخده دايما ليكم أو عايز يتواصل معاكم. الشخص ده بيبذل مجهود كبير جدا وبيبذل طاقة كبيرة جدا علشان يمنع نفسه ان هو يتواصل معاكم، بس ما بيقدرش يمنع نفسه ان هو يراقبكم او ان هو يعرف اخباركم. الشخص ده من كتر التفكير او من كتر ما دماغه طول الوقت شغالة او من كتر ما مش عارف يخرجكم من تفكيره، الشخص ده تعبان. يعني يمكن بيعاني من حتى من صداع او يعني زي ما يكون حس ان ممكن يكون وصل لطريق مسدود، او ان ممكن يكون مفيش حاجة هو هيقدر يعملها او حاسس ان مفيش حاجة يقدر يقدمها لكم. بس الشخص ده كتير مشغول بيكم، كتير بيراقبكم، بيفكر فيكم، منسكمش. بس هو في صراع زي ما يكون بيمنع نفسه ان هو يتواصل معاكم. فانا شايفه ان زي ما يكون كل مخاوفكم او كل الخوف اللي جواكم او الشكوك او الظنون اللي ممكن تكون تجاه الشخص ده ليس لها اي محل من الصحه. الشخص ده بيحبكم، يمكن انتم محتاجين تصبروا، محتاجين ان انتوا ما تتصرفوش اي تصور يعني تصرف فيه تهور، محتاجين ان انتوا تتحملوا تفهموا الشخص ده. في بعض الاوقات محتاجين ان انتوا تبذلوا ان انتوا حاطين حدود، ان انتوا عملة نادرة وان ما ينفعش اي حد ممكن يتصرف معاكوا او يهملكوا او ان انتوا تكونوا second choice. بس في نفس الوقت الشخص ده في بعض الاوقات بيحتاج منكم تفهم، بيحتاج منكم ان انتوا تعذروه، ان انتوا ما تتهموش. انا شايفة ان في جحود ابتدى يتولد في قلوبكم تجاه الشخص ده، او البعض منكم يمكن بيحس ان هو ادى كتير جدا وما حصلش. يمكن انتوا بيبقى جواكوا رغبة حتى ان انتوا تتواصلوا او تتصلوا بالشخص ده، بس بتمنعوا نفسكم زي ما يكون كل واحد فيكم مستني التاني ان هو يبادر او ان هو يتواصل. في حد هنا ممكن يكون حاسس باتجاهكم ان هو ممكن ضيعكم من ايده او اخد قرارات غلط في العلاقة دي. في حد زي ما يكون من كتر الاشتياق او من كتر الغلط اللي ممكن يكون ارتكبه في حقكم، زي ما يكون روحه بتصرخ او قلبه زي ما يكون ما بقاش قادر يحتمل الألم اكتر من كده. الشخص ده ممكن يكون عايز يكلمكم او عايز يعني يجيلكوا المكان اللي انتوا فيه او عايز يقابلكم، بس مش لاقي طريقة او مش لاقي فرصة او مش لاقي مدخل. الشخص ده جواه ليكوا مشاعر قوية جدا. الشخص ده يعني عمره ما هيتولد جواه احساس لحد زي الاحساس اللي مولود جواه تجاهكم. الشخص ده جواه رغبة كبيرة جدا ان هو يتواصل معاكوا او ان هو يجيلكوا المكان اللي انتوا فيه، بس انتوا وصلتوا لمرحلة ان البعض منكم اوريدي ابتدى يرحل عن الامر او ابتدى يعني
استسلم لتفكيره، او استسلم يمكن للواقع اللي انتوا عايشينه، بس فقدتوا الامل في العلاقة دي. انتوا زي ما يكون يعني كتير منكم مشيتوا، انتوا يمكن البعض منكم كمان غادر بالفعل، او اخدتوا شنطتكم ورحلتوا عن العلاقة دي. انتوا completely، يعني يمكن القراءة دي الشخص completely فقد الامل ان الشخص ده ممكن يكون بيحب، او ممكن يكون في فرصة تانية. بس الحب لسه موجود حتى لو مفيش تواصل، لكن انتوا في حاجة بتربطكم ببعض، سواء بقى كان spiritual connection، سواء كان telepathy، سواء كان في تخاطر بينكم او في تواصل عن طريق ال 5D. بس لسه انتوا فيكوا زي ما يكون حبكم بيجري في، يعني في عروق الشخص او الطرف التاني. انتوا ممكن يكون عشتوا الحب دوا، يعني كأنكم مرتبطين، او كأنه سواء كنتم متجوزين او سواء كنتم علاقة حب وبتعاملوا بعض كأنكم بالظبط زي المرتبطين او متجوزين. يعني زي ما يكون كان في حب قوي جدا بينكم، الحب ده لسه موجود حتى لو انتوا مش بتتواصلوا مع بعض او مش بتكلموا بعض، موجود في كتير منكم. يمكن الشخص ده راجع، سواء راجع للصلح، سواء راجع عشان يعوضكوا البعد او الاهمال او عدم التواصل. البعض ممكن يكون راجع مش بس رجوع عادي، ده هيكون رجوع في ارتباط، هيكون في زواج، او حتى لو كنتم متطلقين العلاقة او الزواج هيرجع من تاني. بس الشخص ده ممكن يكون زي ما قلت لكم الامر محتاج بعض الصبر او الوقت او التحمل. محتاجين ان انتوا تولدوا الصبر جواكم. لو انتوا لسه شارين الشخص ده هو كده كده راجع، واذا كنتوا هتتقبلوه او هتدوله فرصة تانية، فانتوا محتاجين ان انتوا تصبروا. لكن لو انتوا مشيتوا او رميتوا العلاقة ورا ظهركم، وممكن تكون البعض حتى بيفكر ان هو يدخل في علاقة عشان ينسى الشخص ده، فممكن يكون محتاجين ان انتوا تتأنوا او ما تتصرفوش اي تصرف يخليكوا تندموا بعد كده. لان بصوا، ده بيت، دي أسرة، دي مشاكل بتتحل، دي خلافات بتنتهي، ده هارموني، انسجام، سكينة، هدوء، سلام، بيت، أطفال، ده حب متبادل. بس يمكن الوقت ده الشخص ده مش قادر ياخد قرارات، او مش قادر يصلح غلطته او يتواصل معاكم، لكن هو بالطبع بيحمل تجاهكم مشاعر حب قوية جدا، بيراقبكم بس في صراع داخلي. لكن الشخص ده هتعرفوا سواء soon or later ان قد ايه الحب ما بينكم قوي جدا، وقد ايه الحب ما بينكم مستحيل ان هو يخلص او ينتهي. الابراج اللي موجوده معانا، وطبعا مش شرط بس للناس اللي بتكون دايما بتطلبها وحابه، طبعا الابراج المائيه، سرطان، حوت، عقرب. طبعا الميجور اركانا معانا السرطان تاني، البنتكلز الابراج الترابيه، العذراء، الثور، وايه كمان، والجدي. واحنا طبعا في قراءة الجدي الأبراج الهوائية السورز، دلو، ميزان، وجوزان، ومعانا الأسد. بس والأبراج طبعا النارية حمل وأسد وقوس. نشوف بعض الرسائل من الشخص ده. نسحب 3 رسائل. شخص اكيد غلط، ممكن يكون عمل حاجه ضايقتكم، ممكن يكون قال كلام يضايقكم او تصرف تصرف، بس الشخص ده بيقول لكم يعني سامحوني، يعني سامحني، ما تزعلش مني، بيعتذر. الشخص ده عايز يقول لكم ماذا لو اخبرتك انك بمثابه مطلع الفجر الاول للتائه قد خاب العتمه. اللي هو يعني اعذريني، انا صحيح تعبان، مش قادر اخد قرار كتير، غلطت او اخدت قرار غلط او اتصرفت تصرف غلط، بس انتوا الحاجة الحلوة اللي يعني فيها طاقة ايجابية، او الحاجة الحلوة الوحيدة اللي في حياتي.
الشخص ده بيقول لكم إن كنت لا تجد ما تكتبه لي فأنا لا يغضبني وصول الرسائل الفارغة. أنا قلت لكم إن كل واحد مستني التاني إن هو يتواصل، بس الشخص ده عايز يقول لكم حتى لو تدوني فرصة او لو تعبروا لي ان انتوا ممكن تسامحوني، او يبقى في second chance او فرصة تانية، حتى لو كانت رسالة فارغة او رسالة عن طريق الخطأ، او بعتوا رسالة وقلتوا لا ده كانت ما كانش اقصد، او يعني wrong message، او حصل زي typing بطريقة mistake، بس الشخص ده مش هيبقى غضبان. عايز اي حاجة منكم، اي فرصة، اي تواصل. اتمنى القراءة تكون عجبتكم، ما تنسوش تشاركوني ارائكم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.